عمي تريد الله سبحانه وتعالى يبعد عنك الداء وينطيك دواء، وشي بسيط وسهل وتقدر انت تسويه. شنو هو؟ قلم اظافرك يوم الجمعة. زين، وش راح يصير؟ اسمعوا وياي. عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابائه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: من قلم اظافره يوم الجمعة اخرج الله من انامله داء وادخل فيها شفاء. تمام؟ تمام. اكو منشور سابق انا ناشره، تقدرون هم تشوفونه، او بعض المنشورات انا مكثفها، اللي هي من تسمع رواية تقول الفضل الفلاني باليوم الفلاني، مو معناتها باقي الايام ما يصير او ما بيهن فضل، لا، كل يوم له ميزة خاصة. فلما الامام يقول يوم الجمعة مو معناتها جايين في باقي الايام، اثبات الشيء لا ينفي ما عدا. وعندي منشور انا طويل عريض مسويه على اساس تعليقات هواي شفتها سلبية، اللي هي يعني انا بس يوم الجمعة وباقي الايام شلون وشنو، حتى بهاي وهد سلبيات هاي اللي تعرفونها. فمو معناتها من ننشر منشور معناتها حصرا وحصرا وحصرا وواجب وما يصير الا بهذا اليوم تقلم اظافرك، لا، باي يوم يعجبك. لانه منشور انا ناشر، الامام سئلوه احد الائمه عليهم السلام، سئلوه عن تقليم الاظافر، قال سبحان الله قلمها اي يوم شئت، اي يوم يعجبك قلم اظافرك عادي يعني. زين، الكلام جبناه من كتاب كلام الرواية اللي قرأتها نصا، من كتاب مكارم الأخلاق صفحة 44 الباب الرابع في تقليم الأظافر وأخذ الشارب. وشكرا لكم وفي أمان الله.